إنه بصورة عامة المواد الغذائية بالدرجة الأساس، لأنه استخدامها واستهلاكها يكون بشكل واسع من جميع أطياف الشعب العراقي. المواد الغذائية بصورة أساسية، وأنا الناشد وزارة التجارة اللي هي يعني المفروض هي اللاعب الأساسي في حل الأزمات، باعتبار الأزمة غذائية وهي وزارة التجارة يكون هذا عملها. وإحنا لحد الآن مع كل الأسف حتى وزير التجارة ما نعرف ايش اسمه، لا شايفين شكله، لا شايفين صوته، لا شايفينه فد يوم يحكي. يعني هاي كل دول من تصير أزمات أبو القضية يقولون الشخص المناسب في المكان المناسب. يعني قضية غذائية المفروض أبو التجارة يطلع يحكي، مثلا قضية صناعية أبو الصناعة، وهكذا. فما جاي نشوف. العراق ما عنده لا طاقة إنتاجية، ولا عنده معامل تشتغل، ولا عنده تغطية للسوق المحلية. بكل المواد اللي موجودة بالعراق هاي كلها مستوردة. يعني لا حد يقول لك هاي الأبسط شيء الطماطة إذا انقطعت عندنا صارت أي مشكلة بالحدود هي تأثرت صارت بشسم. فالعراق ما معتمد على أنه إنتاج الوطني وإنتاج المحلي. يعني الحكومة ما جاي تدعم لا إنتاج محلي ولا إنتاج وطني ولا كل شيء. أبسط شيء إذا انقطع البيض هذا من الأوكراني هي يصير الطبقة ب7000 و8000. يعني ناهيك عن بعض الباقيات المواد الحديد ومواد الاسمنت ومواد البناء والإنشائية. العراق متأثر بكل شكل من أشكال الصور الموجودة، يتأثر بالسوق العالمي.